وبنكمل حلقات مسلسل صوفيا بعد ما كانت بتتنافس على الكرة النطاطة مع فالنتينا، وبتكون أخيرا صوفيا على وشك إنها تمسك الكرة النطاطة، بس وايلد ستار بيكون عندها رأي تاني وبترفض إنها تعدي النهر، وبتقع وقتها صوفيا من عليها. وطبعا بتكون النتيجة إن فالنتينا واليونيكورن بتاعها بيعدوا وبيكسبوا كمان. وقتها صوفيا بتتكلم مع اليونيكورن بتاعها وبتقولها إنها لازم تثبت للكل إنها لازم تكون واثقة فيها وإنها شاطرة زي والدها، وبتسيبها وهي حزينة وبتمشي. وفي الليل بتتكلم مع صديقتها إيفا، فإيفا بتقول لها إن يمكن وايلد ستار بتبالغ شوية في حمايتها علشان هي حاسة إنها فشلت في حماية والدها. وقتها صوفيا بتفهم إنها واثقة فيها بس مش واثقة في نفسها، وبنشوف بعدها وايلد ستار لما بيعدي من قدامها حاجة مخيفة فبتصرخ بصوت عالي. وقتها كلهم بيسمعوها وبتجري بسرعة صوفيا علشان تشوف ايه اللي فيها، وبتتخض جدا لما مش بتلاقيها في الاسطبل. وبتعرف بعد كده من فيرناكوس ان في 2 هجموا عليه وضربوه حبسوه واخدوا وايلد ستار معاهم، وبيقول كمان ان هو سامعهم ان هم هياخدوا وايلد ستار على الكهف. فليلى بتقول لي صوفيا ان ده المكان اللي محبوس فيه الساحرة الشريرة، وبيقولوا لها انها تكون شجاعة وتروح تنقذ الحصانة بتاعتها. وبيقرروا كلهم بعد كده ان هم يروحوا مع بعض للكهف. وقتها بيشوفهم زميلهم مايكل وهم طالعين من المدرسة، وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيقابلوا جسر بيربط بين جبلين، وهم بيعدوا من على الجسر بيهجم عليهم مجموعة كبيرة من الخفافيش، فبيخافوا وقتها اليونيكورن والجسر بيقع بيهم. ووقتها بتستخدم اليونيكورن بتاعت إيفا القوة السحرية بتاعتها بتاعت النباتات، وكلهم بيمسكوا في غصن الشجر، وبيروح لهم مايكل علشان يساعدهم. ووقتها بيتخض من اللي شافه وبيحاول يشجع اليونيكورن بتاعه، فبيظهر قوة الترابط اللي بينهم واللي بتكون قوة الطقس، وبيستخدمها وقتها كصاعق للشجر علشان تقع ويعدوا من عليها. وبعد ما بيعدوا بيوصلوا لبحيرة كبيرة مليانة تماسيح، بس كلهم بيستجمعوا قوتهم وبيعرفوا يعدوا من غير أذى، وبيوصلوا بعدها على باب الكهف. وأول ما بيدخلوا الكهف بيشوفوا وايلد ستار وهي مربوطة بسلاسل حديدية، وفجأة بيظهر وراهم فيرناكوس، وبنعرف ان هو ده الشخص المتخفي اللي قال للجنية السر اللي راحت قالته للساحرة الشريرة. وقتها كلهم بينصدموا لما بيعرفوا ان هو خاين وتبع الساحرة. وبيجي بعد كده ايش وبياخد صخرة كبيرة وبيضربها على الصخور الموجودة فوقيهم علشان تقع عليه. وقتها الصخرة اللي هم موجودين عليها بتنعزل بيهم وبتمشي بيهم على ناحية شلال ضخم، فبتجري ليلى باليونيكورن بتاعها علشان تنقذهم. وبيحصل وقتها الترابط بين ليلى واليونيكورن بتاعها واللي بتكون قوة الجليد، وبتجمد وقتها البحيرة كلها وبتنقذ إيفا ومايكل. وبعدها اش بياخد صوفيا وبيقبض عليها وبيوديها للساحرة الشريرة. وقتها الساحرة بتقول لها انها عارفة انها بنت الراجل اللي حبسها جوه الزنزانة، وبتقول لها كمان انها كانت مستنياها من زمان لان مفتاح السجن اللي هي فيه معاها. وقتها صوفيا ما بتكونش فاهمة هي بتتكلم عن ايه، وبتيجي فجأة الجنية كريمز وبتاخد السلسلة اللي موجودة في رقبتها، وبنعرف ان السلسلة هي المفتاح وبتاخدها الساحرة وبتفتح بيها الزنزانة. واول ما بتطلع من الزنزانة بتدي السلسلة تاني لصوفيا وبتقول لها خلاص انها مش محتاجاها في حاجة، وبتضربها بكرة ضخمة من السحر الاسود، فبتيجي وايلد ستار وبتاخد الضربة مكانها. وبتروح بعد كده الساحرة على المدرسة علشان تدمرها. واول ما بتمشي من الكهف بيبدأ الكهف في الانهيار. وقتها وايلد ستار بتطلب من صوفيا انها تسيبها وتمشي، بس صوفيا بترفض وبتقول لها انها مستحيل تسيبها. وقتها بيحصل الترابط بينهم وبتظهر القوة السحرية لليونيكورن واللي بتكون قوة الضوء. وقتها بيكون زمايلها بره الكهف وقلقانين عليها، وفجأة بتطلع وايلد ستار وصوفيا من الكهف. بيستغربوا كلهم لما بيشوفوا وايلد ستار بتدمر كل الصخور بقوتها السحرية. وبعدها بيروحوا كلهم عشان ينقذوا المدرسة من الساحرة الشريرة. وفي الوقت ده بتوصل الساحرة للجزيرة وبيسيطر عليها بقوة السحر الأسود، وبتحبس كمان كل اللي موجودين جوه القصر. واول ما بيوصلوا باليونيكورن بتاعهم بتدور بينهم معركة قوية، وبتنضم كمان فالنتينا للمعركة بتاعتهم، وبتستخدم القوة السحرية بتاعت اليونيكورن بتاعها واللي هي قوة النار. وبتنزل كمان إيزابيل وبتشترك معاهم في المعركة. وفي اللحظة دي بيهجموا ليلى ومايكل على ايش، وبتقدر كمان إيفا انها تمسك الجنية كريمز وتسيطر عليها. وفي الاخر بيتجمعوا كلهم قدام الساحرة اللي بتعرف تسيطر عليهم وبترمي عليهم قوة سحرية من السحر الاسود واللي بيسيطر على كل زمايل صوفيا. فبتقرر صوفيا انها تحاربها لوحدها، وبتستدرجها الساحرة على مكان قمة الجبل. وبتكون صوفيا وايلد ستار على وشك ان هم يقعوا من فوق الجبل، بس وايلد ستار بتسترجع قوتها وبتضرب الساحرة بشعاع قوي جدا،
وبتحولها وقتها لتمثال من الصخور وبترميها في البحيرة. وبعدها على طول كل الجزيرة بتتحرر من السحر الأسود، وكل اللي في الجزيرة مبهورين بصوفيا وأصدقائها اللي حرروها. وبتأمر بعدها المديرة إن فورنكوس يتحبس، وبتشكر المديرة وقتها صوفيا وأصدقائها علشان اللي عملوه عشان خاطر المدرسة. وتاني يوم الصبح بيروح كل الطلبة علشان كل واحد ياخد اليونيكورن الخاص بيه. تيجي بعد كده المدرسة وبتقول لهم إن النهاردة يوم ترفيهي، وإن هم هيروحوا الغابة علشان يجمعوا التوت. وبعد ما بيروحوا للغابة بتظهر قوة سحرية شريرة بتاعت الساحرة الشريرة، ومحدش بيشوفها غير وايلد ستار، فبتجري وراها بسرعة. وبيكون كل زمايل صوفيا مستغربين من اللي بيحصل، فبيطلعوا كلهم وراها علشان يشوفوا ايه اللي بيحصل. وقتها الكورة بتوصل على باب سحري موجود في الغابة. وبكده يكون انتهى الجزء التاني. لو عايز تعرف ايه اللي حصل في باقي حلقات المسلسل كمل معانا للجزء التالت. لو عجبك الملخص اعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك الملخصات الجاية كلها.